ده احنا حتى اللي مربيكم. الجوائز والإشادات الدولية، يمكن السينما التونسية من أكتر السينمات اللي بنشوف بتقدر إن هي توصل لمهرجانات كان، برلين، عندهم يعني زي كوثر بن هنية قدرت إن هي يعني تتصاعد بأفلامها، وهنا رضا الباهي من هؤلاء اللي قدر أفلامهم تحصل على إشادات دولية. إحنا سينمتنا المصرية شايفة إيه الاختلاف فيها في فكرة الإشادات الدولية؟ هل إحنا سينمتنا محلية جدا وبنقدر إن نكتفي بسوقنا المحلي، ولا في بعض الأحيان إحنا الإنتاج التجاري بيطغى شوية على الانتاج الفني؟ رايك ايه في فكره افلامنا وعالميتها من حيث المهرجانات؟ انا لسه قايل دلوقتي هنا في الندوه، السينما المصريه عشان تنطلق الى العالميه لازم اولا تكون محليه، تكون مستغرقه في المحليه، ولكن وسائل التعبير والتقنيه تكون تقنيه بتاعت الحضاره اللي احنا عايشينها. هنا يبقى الفيلم هيبقى له نصيب من العالمية. لازم يكون اولا محلي. وانا ضربت مثل بالسينمائي الهندي العظيم الراحل ساتيا جيت راي، اللي هو ليه افلام رائعة وجميلة جدا جدا زي باثر بنغالي وزي حجرة الموسيقى وغيرها من الأفلام. يعني السينمائي ده، يعني أنا بنصح إن السينمائيين المصريين دايما يدرسوا أفلامه ويشاهدوها كويس، عشان ما بقولش إنهم يقلدوها، لكن يشوفوا الآخرين خصوصا من العالم الثالث زينا تناولوا مشاكلهم إزاي، وتناولوا مجتمعهم إزاي، وإزاي يعبروا عنه. وده اللي احنا نتمناه في السينما المصرية، لأن السينما المصرية بتهجر أو تتجاهل عوالم كثيرة عندنا في مجتمعنا، وتنحصر في المدينة، وبالتحديد مدينة القاهرة، وكمان بتاخد مساحة معينة على السطح بتاع مدينة القاهرة ومش في العمق. فده اللي أنا أتمناه، إن السينما المصرية تكون واعية بمجتمعنا، وتكون محلية ومستغرقة في المحلية لكي تكون عالمية. ومين يمتعك دلوقتي في المشاهدة؟ هل ليك مشاهدات في الأفلام، المسلسلات؟ احنا عندنا بقت في إمكانيات ضخمة في بعض الأفلام رغم أن الإمكانيات تضغى على الفنيات. ايه اللي يمتعك في المشاهدات؟ هبدأ بالسينما المصرية دلوقتي. اللي يمتعني الحقيقة، يعني أنا يعني مش شايف يعني أي عمل يمتعني أو يسرني، أو مش شايف يعني للأسف. يعني تستمتع بكلاسيكيات حتى الآن؟ كلاسيكيات السينما المصرية هي اللي ما زالت تمتعك؟ بالتأكيد أستمتع بصلاح أبو سيف، بيوسف شاهين، بتوفيق صالح. أستمتع بدول أكثر من الجيل اللي جاء بعديهم. ممكن في الجيل اللي جاء بعديهم بعض أفلام تعجبني، زي أفلام علي بدرخان، أو أفلام خير بشارة، أو أفلام عاطف الطيب، لكن أنا أعجب أكثر بأفلام الفترة الأبيض والأسود. احنا عارفين ان اللي قادم عالمي مع رضا الباهي، يمكن في فيلمه اللي ان شاء الله نشوف له ملامح. هل في قادم في الدراما المصرية هنشوف استاذ عبد العزيز موجود في اي من الاعمال، وخصوصا موسم رمضان بدأ كده في الايه الظهور على السطح؟ دلوقتي هنشوف حاجة قادمة لحضرتك في السينما المصرية مش العالمية؟ والله لسه بقرا، يعني انا لسه في مراحل القراءة، وعندي سيناريو لمسلسل أقرأه يعني، وفي برضه مسلسل آخر ممكن أبقى فيه ضيف عليهم، يعني حسب يعني رغبتهم، ولسه ما فيش يعني حاجة محددة. لا، نتمنى اننا نشوف حضرتك بيمتعنا الاداء الراقي الرزين في كل الادوار والاعمال. وهنا كمان امتعتنا فناننا المثقف الراقي اللي كان موجود في هذه الندوه، للمخرج الكبير التونسي رضا الباهي. بشكر وجودك معانا يا استاذ عبد العزيز، وشكرا لظهورك معنا على نايل سينما.